جماعة شايفين الراجل العملاق اللي واقف هناك ده اسمه ابراهيم صبحي. ابراهيم صبحي ده تقريبا انا متابعه من حوالي 4 5 سنين كده. ابراهيم على فكرة سنه صغير، بس هو يعتبر من اقوى الجينات اللي ممكن تشوفها في مصر وتقريبا في الوطن العربي وممكن في العالم كمان. ابراهيم كان عنده هدف، هو بقاله سنين بيحضر ان هو هينزل بطولة محترفين وهينزل ياخد البطولة، طبعا كله باذن ربنا، وماشي بخطه. يعني اللي عجبني في الموضوع ان هو ماشي بخطه. قال لك انا مش هنزل بطولات دلوقتي لحد ما احس ان مستواي 100% انا نازل اخلص. هو دخل عمل كده فعلا، قعد 4 5 سنين ما بينزلش بطولات، مع انه هو متاكد لو نزل اي بطوله من البطولات المحنكه دي هيخش ياخدها. هو قرر ان هو يخش بطوله محترفين، دخل بطوله دبي برو ودخل اخد كارت الاحتراف وبقى راجل محترف من اول مره. بجد حاجه، قصه تدرس ازاي تبقى بني ادم ماشي على بلان وعندك خطه وعارف انت بتعمل ايه بالظبط.